ممكن تتصرف ازاي لما تعرف ان روح ابنك بتخرج بالليل وبتأذي وتقتل كل اللي حواليها؟ قصتنا المرة دي بتتكلم عن شبح الطفل القتيل. هتتصرف ازاي؟ يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. طلب مني والدي انا وامي واختي سما 12 سنة اننا نجهز شنطنا، خلاص هينفذ رغبة امي ونعزل من البيت ده، لانها ما كانتش قادرة تقعد فيه بعد موت اخويا التوأم عمار. كان سني 15 سنة. عزلنا من البيت ده ورحنا شقة تانية. معرفش ليه قلبي كان مقبوض وما كنتش مطمن خالص للشقة دي. كنت حاسس ان في حاجة غلط، وكنت حاسس اني خايف جدا جدا. بس قلت في عقلي انا كده كده والدي موجود، يعني مفيش حاجة تخوف. عدت اول ليلة واحنا كويسين ونمت في امان ومفيش حاجة. ولما صحيت الصبح كنت راجع من المدرسة لقيت ورقة مرمية على باب الشقة. معرفش اول مرة اشوف نوع الورق ده ايه. لونها اصفر جدا وشكلها قديم خالص. لقيت فيها شوية رموز واشكال ونجوم. بصراحة معرفش ايه اللي خلاني امسك الورقة دي واحطها في جيبي. دخلت بيتنا ولما غيرت هدومي مسكت الورقة وبدأت ارسم الرموز على ورق لونه ابيض. ومن اليوم ده وحياتنا بقت غريبة. صحينا تالت يوم لقينا مراية الحمام مكسورة وفي نقط دم موجودة على الحوض. الكل كان مستغرب، بس محدش كان عارف فيه ايه او ايه اللي بيحصل. لكن بالصدفة لقيت نقطة دم على التيشيرت بتاعي. كنت مستغرب. بعدها نقوم الصبح نلاقي كل عفش البيت متكسر وكل حاجة متكسرة. بابا طلب البوليس ومحدش عارف يعمل حاجة، والبصمات ما كانتش لحد. بعدها بيومين بدأت الجرايم تتكرر وتحصل بشكل مستمر. أول جثة لقيوها جثة طفل صغير عنده 14 سنة، ولقوه ميت ومرمي على الطريق في صناديق الزبالة. ولما عرفوه مين اكتشفوا انه ابن راجل من رجال الأعمال، بس برضه محدش كان عارف سبب الجريمة دي ايه. والدي كان ضابط مباحث برتبة عقيد، بس برضه ما قدرش يوصل لحل. بس قال ده راجل اعمال واكيد ليه اعداء. تاني واحدة ماتت طفلة صغيرة ساكنة معانا في نفس العمارة، والطفلة دي لقيوها في نفس المكان ميتة ومرمية في الزبالة، وكل جثة عليها بصمات. الطب الشرعي بيأكد ان دي مش ممكن تكون بصمات راجل، دي بصمات طفل. الاب لاحظ ان ابنه مش بيتأثر باللي بيحصل ده، بس قرر انه يراقب ابنه. وجه الليل وكانت الساعة 12:30. بدأ الوالد يتسلل لأوضة ابنه ويبص عليه. لاحظ ان ابنه واقف عند الشباك ومولع شمعة وبيرد على حد بيكلمه. لما بص يمين وشمال ملقاش حد. الابن قال حاضر يا حبيبي اطمن حاضر. برضو الاب في حيرة، هو في ايه؟ فضل الابن واقف وباصص للشمعة ومدقق فيها قوي. فجأة نط من الشباك. الاب اتخض وطلع جري يبص عليه ملقاهوش خالص، ملقاش ليه اي اثر. فضل الاب قاعد على السرير مستني ابنه يشوفه ويعرف ايه اللي حصل. بعدها بنلاقي الابن جاي من الشباك زي ما خرج، وباين عليه اثار اجهاد وحوالين بقه دم. الاب اتخض وجري على ابنه. فجأة الابن يبص على ابوه عيونه حمرة جدا وتقريبا معيط دم، وبعدها يسيب والده ويروح ينام. الاب كان هيتجنن من اللي بيحصل ده، ما كانش عارف في ايه. فضل مستني ابنه انه يصحى يمكن يكون فاكر حاجة، بس يتفاجئ ان الابن صحي وهو سليم جدا، واثار الدم اللي كانت على بقه هي كمان اختفت، وهدومه نظيفة ولا كأن في حاجة حصلت. سأله بيقول له قولي يا عمر يا حبيبي. نعم يا بابا. هو انت ما خرجتش من هنا خالص بالليل؟ اخرج فين؟ انا نمت على طول بعد ما دخلت اوضتي. يعني انت متأكد انك ما خرجتش خالص؟ اه طبعا يا بابا، وفي ايه؟
خلاص يا حبيبي مفيش حاجة، روح العب انت مع اختك. حاضر يا بابا. الأب في حيرة من اللي حصل لابنه، وبيقطع تفكيره تليفون من حد تبعه في القسم بيبلغه ان في ولد جديد لاقيوه مقتول النهارده. الأب بيجري بسرعة على القسم وبيطلب تقرير مفصل عن سبب الموت، وبيطلب كمان تقرير البصمات. بعد ما اتأكد انها نفس البصمات لولد صغير، قرر ياخد الأب ابنه ويروح أي معمل، وفعلا بيكتشف انها نفس بصمات ابنه. غريبة. الولد لا بيسأل ولا فاهم حاجة، كأنه مش عارف ايه اللي بيحصل. كل اللي كان فاكره ان ده عادي جدا لاني ظابط وباجي هنا كتير. سألته مرة تانية: يا عمر يا حبيبي، انت حاسس بحاجة؟ حاجة ايه يا بابا؟ مثلا يعني تعب، ارهاق، في حاجة وجعاك؟ لا خالص يا بابا، انا بحس ان انا عايزة انام كتير حتى لو كنت صاحي من النوم. غريبة. يعني ايه؟ والكلام ده من امتى؟ من اول ما عزلنا يا بابا. تاني يوم بنصحى على صوت سما وهي بتعيط. ماما بتروح تطمن عليها وبتكتشف اثار خرابيش على ايدها، والخرابيش دي باينه قوي كانها كانت بتتخانق مع قطه. بتسال سما: ده من ايه؟ بترد سما وبتقول لها: انا كنت قايمه اشرب ولقيت قطي شكله اسود وملهوش ديل هجم عليا فجاه وخربشني ونط من الشباك. وبيتفاجئ الاب ان ابنه مصحيش مع صوت الدوشه والزعيق ده كله. وفجاه الابن صحي وهو بينهج جامد جدا كأنه كان في سباق، وبص لباباه وقال له: بابا انا اكلت السمك بتاع جيراننا وشفت ابنهم ميت. الاب بيتصدم. مفيش ساعة وبنسمع صوت جيراننا والأم بتعيط إن ابنها اتقتل. بعدها بيقعد الأب مع الأم وبيدور بينهم حوار، وبنعرف من الحوار ده إن عمر متأثر بموت أخوه. الأب: ابنك رجع متحول لقط تاني. لا ومش بس كده، ده بيموت الأطفال كمان. لا، ابني مستحيل يعمل كده، مش ممكن. وحتى لو ممكن، انت عارفة انه صغير جدا، وانه كمان مغيب تقريبا، في حد مسيطر عليه. انا اول ما اكتشفت اللي بيحصل له ده كنت شايفه بيكلم حد مين معرفش والله، بس كان باين فعلا ان عمر متسيطر عليه جامد، لانه كان بيقول لحد: هنفذ اللي انت عاوزه. وبنعرف انه كان راجع هو وعمار من المستشفى، وكانت في بنت راكبه مع باباها عربيه وغمضت عيون والدها وهو سايق، كنوع من انواع الهزار الرخم. طبعا ما كانتش تعرف ان ده ممكن يموت حد، وفعلا الراجل خبط عمار ومات فورا. بعدها الاب قرر انه يجيب شيخ علشان يطمن على ابنه ويعرف حالته. الشيخ قال له: ظاهرة تحول التوأم لقطط دي حقيقة، لكن مفيش اي اثبات علمي ليها. وقال ان ابنكم بيعاني من حالة من مس شيطاني. وبيجيب الولد وبيقرأ قدامه شوية آيات، والولد قاعد عادي خالص، لحد ما بنسمع صوت عمر وهو بيقول: أنا عمار، أنا هنتقم من اللي قتلني أنا وأخويا. بيعرف الشيخ إن الولد متأثر بموت أخوه، ولما بيتحول لقطة بالليل بيقتل أي طفل قدامه عشان ينتقم من كل الأطفال، لأنه بيفتكر إن أي طفل أو طفلة قدامه هو السبب في موت أخوه عمار. والشيخ بيؤمر إنه يخلوا بالهم منه ويحاولوا لو نام يصحوه لحد ما يجيب له علاج مناسب. فعلا بينام الابن ومامته بتفضل جنبه، بس غصب عنها بتنام. وفجأة بيتحول الولد لقط وبيخرج وبيروح بيت فيه سمك، لأنه كان جعان جدا. بيفتح التلاجة وبالصدفة بيلاقي بنت صغيرة هناك، ولما بيهجم عليها بتصرخ، وبيصحى باباها اللي بيضربه ضربة وبتيجي في دماغه، ويهرب ويرجع لجسمه تاني ويبان عليه الضربة. لما مامته بتشوفه فجأة بينزف من دماغه، بياخدوه على المستشفى. وفجأة بيخرج الدكتور من أوضة العمليات بعد شوية وبيقول لهم: البقاء لله. بس هو ساب جواب قبل ما نديله اي بنج، وقال لنا نسلمه لحضراتكم بعد العملية. واللي مكتوب في الجواب ده كان انه كان بيشوف اخوه كتير وبيتخيل بيه، وكانوا بيتفقوا مع بعض انهم يقتلوا اي طفل قدامهم. بعد ما رجعت اتحول لقطة تاني، وانه كل ليلة كان يجي يقعد معايا ونهزر ونلعب مع بعض. انا عملت كده لانه وحشني وكنت عارف اني هروح له.
انا اللي عورت اختي، مش عاوزها تعرف علشان تفضل تحبني العمر كله. بحبك يا اجمل ام في الدنيا انتي وبابا، بحبك قوي. وخلصت قصتنا على كده، ومش عارفين ده حقيقة ولا خيال، ظاهرة تحول التوأم لقطط.